على خشبة مسرح ببغداد تحاول مجموعة من ضعاف البصر والمكفوفين العراقيين لفت الانتباه إلى محنتهم، وذلك عن طريق مسرحية يدعون الحكومة العراقية فيها إلى بذل المزيد من الجهد لدعمهم ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل. فلنتابع. هذا المسرح العراقي مسرح غير عادي، كما لن يمكنك مشاهدة مسرحية كالتي تعرض هنا. الممثلون من ضعاف البصر والمكفوفين، أحلام لم تتحقق هو عنوان مسرحيتهم التي تهدف إلى محاولة جذب انتباه الحكومة العراقية لمعاناة المعوقين بصريا من خلال حياتهم اليومية، وخاصة صعوبات الحصول على لقمة العيش. هذه الكفيفة على خشبة المسرح تمثل امرأة لم يبق لها من وسيلة للعيش سوى بيع الزهور في الشارع برغم حصولها على شهادة جامعية. سبب هذه الغرابة يكمن في أنها فاقدة للبصر، وليس للدولة ما يكفي من الوظائف المخصصة لأناس مثلها. نطالب احنا ان شاء الله وزارة التربية تعين الأخذ بيدهم، وخصوصا تعيينهم. تعرف وسائل العمل يعني بالنسبة للكفيف محدودة. المسرحية هي ثمرة جهود موظفي منظمة إنسايت لرعاية المكفوفين، عرضت أمام المشاهدين بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس المنظمة. العاملون يأملون في أن يسهم هذا النشاط في إيصال رسالة للحكومة بضرورة زيادة الدعم للمكفوفين وضعاف البصر. نتمنى دعم حكومي لهذه المنظمة بالذات، وأيضا تشريعات خاصة، وأيضا اتصال ودعم عالمي لهذه المنظمة. المسرحية تكللت بالنجاح وزرعت الأمل في قلوب المنظمين والممثلين في أن تسعى السلطات إلى توفير الرعاية والاهتمام لهذه الشريحة من الناس في بلد عاش العديد من الحروب. ناتاليا براتوبوفا، ناصر عمارني، روسيا اليوم.